عزيزي المشاهد، حلقة النهاردة غريبة جدا، يعني من أغرب ما يكون في الحلقات اللي عملناها واللي هنعملها. لأن احنا في حلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع مريب ومثير. ولا مثير ايه، احنا عايزين نخلي بالنا من كل حاجة هنقولها في الفيديو ده علشان ما تتاخدش على محمل الغلط. هتفهم انا عملت كده ليه دلوقتي. عزيزي المشاهد، فعل فاضح في نادي الزمالك، والله العظيم. زي ما بقول لك كده. لا انت ما سمعتش غلط. سمعت صح. يا نهار اسود. هو فرحه يا ابني. انت بتوجب معاه. توجب معاه عشان جاب جون. اوعى يعني. لا ده الواحد يخاف وهو داخل وسطكم. انتوا مش كويسين. دونجا على طريقة المعازيم صحاب العريس ليلة الفرح ليلة الدخلة يوجب مع زيزو بعد الهدف الأول أمام الاتحاد ويديله واحد ملواني يقطم له ظهره. المهم عزيزي المشاهد، كارثة بكل المقاييس. كل معايير الأخلاق اللي في الدنيا يعني. الضحك، كل ما اتكلم عن الموضوع ده ضحك بس. استغفر الله العظيم. طيب بص، هحاول نمسك نفسنا شويتين. راحوا جابوا جول. راحوا جابوا جول. جا واخد صاحبه. خير اللهم اجعله خير. اكيد الضحك ده ورا حاجه. عزيزي المشاهد، دونجا وجب مع زيزو. ده خلاص بقى، اقفل الموضوع ده بالله عليك. نيجي لتاني حاجه، تصريحات الاستاذ مرتضى منصور اللي تموت من الضحك برضه. حاجه فيديو مريب والله. فعزيزي المشاهد، كارثه في كل المقاييس. وحكم مباراه الاهلي والوداد في مباراه العوده، يعني فيديو النهارده هيكون كده دسم وجميل شويتين. يعني ربنا يسامحنا على اللي احنا هنقوله في الفيديو ده، ولكن ركز معايا يا عزيزي المشاهد وخليني اقول لحضرتك وصباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي بتشوف فيه. الكارثه دي يا فندم هي كارثه بكل المقاييس وشتاها. اتمنى ان حضرتك تعمل لايك على الفيديو ده، واتمنى ان احنا نوصله. يعني لو 5000 لايك كتير، خليها 4000. يعني انا مش عارف ايه. ما نجرب يا جماعه، يعني نجرب نوصل له 4000 لايك. المهم عزيزي المشاهد، عزيزي المستمع، جزء كبير جدا من الناس اللي بتتفرج عليا مش مشتركه في القناه. اتمنى ان انت لو ناسي حاجه زي كده تعملها، انما لو انت مش عاوز تشترك مثلا ده حريتك الشخصيه. يعني انا بس بفكر حضرتك. المهم، مباراه الزمالك والاتحاد اللي جه فيها جون، وصفوا الحساب الرسمي الفيفا وصفته بانه هدف يخلو تماما من الروح الرياضيه ومن الفير بلاي. صفحه الفيفا الرسميه وصفته انه هدف لا يمت لاخلاقيات كره القدم، ورايحين يحتفلوا ويدوا لبعض زبنكات وبتاع، يعني مشيها زبنكات. المهم يعني المباراه دي يعني هي مباراه فيها تحمل الكثير من الكوارث، ولكن هنمسك كارثه واحده بس، او هنمسك كارثتين. كارثه الجون اللي جه بعد ما اللعيب وقع بطريقه يعني تقطع القلب، والمفروض الكره تطلع، لا راحوا خدوا الكوره وراحوا جابوا جون، واللي يموت يموت بقى. طب الفير بلاي يا ابني؟ قال لك الفير بلاي ايه؟ هنعمل عليه شوربه بالليل. هنعمل على الفير بلاي شوربه. فيعني مفيش فير بلاي، هنروح نجيب جون واحنا يعني زي ما انت شايف احنا رابع الدوري وبتاع وعايزين ننافس يعني. يا دي الخيبه، رابع. حصر عليك اللي في بالي، لا طلت اول ولا تاني. المهم عزيزي المشاهد، حصل فيها الهدف اللي هو يعني عدم من الاخلاقيات ده، وحساب الفيفا الرسمي اتكلم في الموضوع ده وحاجه كده يعني تعرفك يعني نادي الزمالك فين محل اعرابه ايه، يعني حاجه كده يعني ربنا بعيد عن السامعين، بعيد عن السامعين. المهم يعني يا فندم، زيرو اخلاقيات زي ما قلنا. نيجي بقى للاحتفال بتاع دونجا وزيزو. زيزو واقف كده مدي ظهره للملعب. مدي ظهره.
قام جاي دونجا بايده بالاصبع الوسطى هنا، تمام، قام جاي منزلها على وجهها كده ماشي، وقام جاي ايه اللي انا بشرحه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. انا اندمجت لدرجه ان انا بشرح. انا اندمجت لدرجه ان انا بشرح دونجا عمل ايه في زيزو. متخيل؟ لا حول ولا قوه الا بالله. المهم يعني جاي مديله واحد كده واجب زي اصحاب العريس عارف، هقول لك اللي مش فاهم اللي حصل. عارف العريس يوم فرحه مش صحاب العريس بيوجبوا معاه يعملوا ايه بقى؟ بيعملوا له حركه كده يعني تنعدم من كل الاخلاقيات اللي في الدنيا. قام جاي اعملها له، اوعى، قام جاي مركبه الهوا كده. عزيزي المشاهد، ده اللي حصل، ولجنه الانضباط اتكلمت عن الموضوع ده وتبحث في الموضوع عشان تدي عقوبه لدونجا، يعني ما تخرش الميه. ويعني ايه اللي انت بتعمله ده حضرتك؟ ده سلوك بشع. هو انتوا بتلعبوا في الدوري الالماني؟ انتوا بسكليتات. عيب يعني، عيب يعني. ما مش كده، احنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. انا بتكلم عن نفسي. ماليش دعوه بيك يا دونجا. انت وزيزو ركبوا الهوا. ركبوا الهوا، مبقاش ماسك نفسه طول الماتش. المهم يا فندم، لجنه الانضباط بتبحث في عقوبه يعني شديده في الموضوع ده. نيجي لتصريحات الاستاذ مرتضى منصور اللي كانت بالنسبه لي مريبه شويتين. الاستاذ مرتضى منصور طلع من يومين 3 بالظبط، قال لك ايه؟ قال لك على الناس اللي بتنتقد نادي الزمالك والمخالفات اللي في نادي الزمالك واللي بتعلق واللي بتقول رايها. لا، من وجهه نظر الاستاذ مرتضى منصور انت مالكش الحق ان انت تقول رايك، انت جمهور. هو قالها كده، قال لك انت واحد جمهور تقول رايك ليه؟ يعني ايه مش جمهور؟ ايه يعني بعملها على نفسي؟ يعني ما بعرفش اشطف نفسي وانا مخلص حمام؟ لا انا تمام، انا راجل كبير عاقل. والجمهور ده على فكره في واحد من الجمهور مدير بنك، في واحد من الجمهور دكتور عظيم تلاقيه بيشجع الزمالك مثلا، ضابط، قاضي، مهندس. يعني ايه واحد من الجمهور؟ ما الجمهور ده ليه تايتل. الجمهور ده مش جمهور، مش مولود جمهور بس يعني. هو مش مولود كده من بطن امه نازل يشجع الزمالك، مش واهب نفسه للزمالك يعني. هتلاقيه دايما يا استاذ مرتضى جمهور وحاجه. والله يعني مثلا هتلاقي وزراء بيشجعوا نادي معين. الوزير ده بني ادم زيه زينا في الاول وفي الاخر. هتلاقي مثلا رئيس جمهوريه بلدنا العظيم تلاقيه مثلا بيحب نادي معين، فهو بيشجع نادي او بيحب النادي ده. فالجمهور ده مش شرط ان هو يبقى جمهور ان هو حاجه يعني ناصنج، لا، الجمهور ده ممكن يبقى جمهور زائد حاجه عظيمه وحاجه كبيره زي ما قلت لحضرتك، رئيس جمهوريه، وزير، دكتور، ضابط، مهندس، عادي يعني، عادي، او حتى بني ادم عادي. ايه يعني ايه الفكره؟ بني ادم شغال اي وظيفه. انا والدي راجل صنايعي، وبشوف والدي ده اعظم راجل في الدنيا، اعظم راجل في الدنيا والدي اللي رباني، وصنايعي، راجل على باب الله بيشتغل بدراعه. فايه المشكله اما يبقى واحد من الجمهور زي ما حضرتك بتقول كده ويبدي رايه في النادي اللي هو بيشجعه؟ هو هيكر عليك؟ يا امير واحمد اللي يقولوا رايهم يا ما حدش يقول؟ انا مش فاهم والله، حاجه غريبه جدا. يا استاذ مرتضى ايه المشكله ان حضرتك طالع بتقول احنا بيشتمونا ومش بيشتمونا؟ محدش بيشتم حضرتك والله، والله ما حد يشتم حضرتك. مفيش حد عاقل هيطلع على الملأ في دولة قانون يفتح الموبايل ويقعد يشتم حد. مفيش حد عاقل هيعمل كده يعني، هيجيب لنفسه الاذى وخلاص على الفاضي. ما مش طبيعي برضه. فمحدش بيشتم حضرتك، تقبل النقد يا استاذ مرتضى. مش حاجه عيب ان حد ينتقد حاجه مش كويسه في نادي هو بيشجعه وعايزها تتظبط، دي مش حاجه عيب، دي مش حاجه حضرتك تعايره بيها وتقول له انت جمهور. انما انا رئيس نادي، يعني ايه؟ مش فاهم. مش فايه يعني رئيس نادي؟ فايه؟ فمخلد؟ فربنا يعني اتصفك بحاجه من دون البشر؟ مش فاهم يعني ايه، مش فاهم. لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم اكفني شر نفسي يا رب وشر غروري. ده يعني الناس دي ربنا يكون في عونها والله. انت دبانه غتت،
المهم عزيزي المشاهد ان احنا لحد هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. ولو لسه بتتفرج لحد دلوقتي يا ريت تعمل لايك، تكتب كومنت تقول لي رايك، تعمل اشتراك لو دي اول مره تتفرج عليا فيها. بس يا سيدي كان معاكم محمد الجرحي، تصبحوا على الف خير.